لنا الفخر اليوم أننا نشارك إلى جانب أهل الدار البيضاء، وكذلك الحضور والضيوف الكرام من على مستوى العالم ودول كبيرة في قطاع النسيج اللي كنفتخروا كذلك نحن اليوم أبناء المناطق الصحراوية أن نبينوا الموروث ديالنا اللي كنفتخروا به. واليوم كان إقبال كبير لهذا الرواق هذا. بطبيعة الحال المنتوجات ديالنا هي عبارة عن الزي الصحراوي الرجال والنساء، بالنسبة لنا الفوقية والضراعة والجبادور، والى جانب كذلك الملحفه اللي هي موروث نسائي نفتخر به لانه عرف واحد التطور حتى هو كبير. كذلك عرفنا الزوار الكرام على الثقافة الحسانية، أتاي العلك، الثقافة ديال الأعراس، ثقافة حسن الضيافة ديالنا وشنو اللي كنديروا بالضبط. بينا لهم كذلك ارتباط أهل الصحراء بالخيمة، خيمة الشعر اللي هي النسيج الخالص كتكون من الشعر ديال المعز، وكيفاش كتكون وكيفاش كتصايب اسمها الخيمة. كذلك بينا لهم العادات والتقاليد ديال أهل الصحراء، والحمد لله لقى واحد الإقبال كبير لأنه هذا موروث لا مادي مغربي صحراوي نفتخر به ونفتخر بالدفاع عنه والتسويق له أمام الدول الأخرى اللي لقات واحد الترحيب به كبير وواحد الإعجاب اللي هو كبير. احنا اليوم هذه المشاركة اليوم مشاركة ديالنا فخورين بها. أول مشاركة على هذا المعرض النسخة التاسعة منظم بمدينة بولاية الدار البيضاء، جهة ولاية الدار البيضاء. احنا المشاركة ديالنا بالتراث الصحراوي هو التراث زي الصحراوي لمختلف الازياء زي الصحراوي ديال جهه المواطنون. احنا اليوم كنشكروا هاد الناس اللي كنا احنا هو ضيوف الشرف. احنا اليوم اللسان يعجز عن التعبير في هذه اللحظه بان احنا اليوم جهه الصحراء خاصه، مكانه خاصه عند المغاربه وعند ملكنا محمد السادس عنده مكانه خاصه، وحنا كنفتخروا بالتراث ديالنا الصحراوي والتراث ديالنا المغربي. احنا اليوم جهه المواطنون كتمتاز بواحد المؤهلات كبيره في الصناعه التقليديه، وحنا اليوم فخورين باش نحضروا في هذه النسخه التاسعه في هذا المعرض. وحنايا في هذه النسخه احنا اليوم عندنا شاركنا بالخيمه الصحراويه اللي معروفه لحفظ التاريخ ومعروفه عندها واحد مكانه كبيره، وعندنا الدراء الفوقيه بان كنتاج في جهه المواطنين وحنا الجهات الثلاث بان احنا شرف لكلمه الجهات الثلاث، وكنا بين الجهات اللي استدعينا باش نحضروا هذا الملتقى. وعندنا مشاركه في الديفيلي ديال الزي الصحراوي الملحفه، وحنا اليوم تبغي نشرفوا الجهه ديالنا وكنشكروا هاد المنظمين اللي كانوا اللي شرفوا على هذه النسخه، نسخه ناجحه 100%. وحنا كنشكروا جميع في الاطراف اللي كانت حاضره معنا. واليوم تلقينا واحد الصدى كبير، واحد الترحيب كبير بالثقافه الصحراويه، بالموروث الثقافي، بالصناعه التقليديه الصحراويه، بان عندنا مكانه كبيره عند المغاربه وعند كل متدخل هذه المكانه. واليوم احنا فخورين فالحضور، كان الحضور اكثر من 400 مستثمر. وكاين اليوم عندنا بعض عند المنظمين تقريبا غتكون 12 الجزائر لهذا المعرض. وحنا اليوم كان شرف كبير بالحضور وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.